واش عمرك تخيلتي باللي في ظرف 48 ساعة فقط يقدر المغرب يخسر مليارات الدراهم ويواجه واحدة من أقوى العواصف في التاريخ ديالو؟ واش فراسك باللي أكثر من 150 ألف مغربي لقاو راسهم بلا سقف في ليلة ما فيها نعاس بسبب عاصفة ليوناردو؟ وكيفاش قدر المغرب مالكو وجيشو وشعبو يوقفوا وقفة راجل واحد قدام هاد الكارثة ويمنعوا وقوع فاجعة في الأرواح؟ السلام عليكم، أنا محمد أمين وهذه قناة ترند فلوس دايركت. اليوم غادي نكشفوا الحقيقة المرة وراء الأرقام. هاد الأيام المغرب عاش لحظات قاسية بزاف. السما اللي كنا كنتمناو خيرها تحولات لفيضانات ما رحمت لا شجر ولا حجر. السيول جرفات الأخضر واليابس وما وقفاتش غير عند البني، بل حتى الكائنات الضعيفة عاشت الرعب. شفنا مشاهد كتقطع القلب ديال الماشية اللي حاصرها الماء، والقطط والكلاب اللي لقات راسها وسط وحل كياكل كل شيء. ولكن الحاجة اللي كتدعو الفخر والاعتزاز هي أنه بالرغم من قوة الكارثة ما تسجلات حتى شي خسارة في الأرواح البشرية في المناطق المنكوبة بحال القصر الكبير، وهذا بفضل الله وبفضل التعليمات الملكية السامية والمبكرة ديال جلالة الملك محمد السادس اللي أمر بإجلاء السكان وتوفير مراكز الإيواء قبل ما توصل الكارثة. هنا بانت حكمة ملك وقوة دولة كتحمي مواطنيها وكتقدر قيمة الروح. شفنا تدخل مذهل ديال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية اللي داروا المستحيل. طيارات الهليكوبتر دارت جسر جوي حقيقي، هزوا الناس من فوق سطوحة، وما نساوش حتى الحيوانات والماشية. شفنا جنود كيهزوا قطيطات وكلاب وكينقضوا أغنام وسط الماء. مشاهد خلات العالم يشوف الرحمة والإنسانية ديال المغربي والمعدن الحقيقي ديال هاد البلاد. الخسائر المادية كتقدر بالمليارات، مزارع غرقات وقناطر تهرسات وفاتورة إعادة الإعمار كتكون ثقيلة، ولكن تم مغربية كانت قوى من ما. المغاربة في كاع المدن تحركوا بتضامن كبير، اللي حل دارو للناس واللي قسم لقمته مع خوه. هاد الروح هي اللي كتخلينا ديما واقفين واخا تكون العاصفة قوية. اليوم السدود عامرة بنسبة قياسية، والمغرب غادي يبني اللي تهرس بجهد ولاده. في الأخير كنطلبوا من الله يحفظ بلادنا ملكا وشعبا، ويصبر كاع الناس اللي ضاعوا في أرزاقهم وبيوتهم، والحمد لله اللي خرجنا من هذه المحنة بسلام في الأرواح. إلى عجبكم الفيديو وبغيتوا تبقاو متبعين آخر الأخبار والتحليلات، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لكل مغربي. ودابا بغيت نسولكم ونفتح باب المناقشة في التعليقات، كيفاش جاوكم المشاهد ديال إنقاذ الحيوانات والماشية وسط الفيضانات؟ واش كتشوفوا باللي هاد الرحمة هي سر البركة اللي كتحفظ بلادنا في كل شدة؟ نتسنى آراءكم بكل اهتمام ونتلاقاو في الفيديو الجاي.